وفي فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه، وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر، إذ انكشف الستار الذي على بيت عائشة، ورأى الصحابة حبيبهم، رأوه متبسما، وجهه كأنه خلقة القمر، كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين متراصة متكاملة لصلاة الفجر؟ قلت قلت ثم ثم كيف لو رأى الحبيب صفوفنا في صلاة الفجر اليوم؟ نظر إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة، وما كشف ذلك الستار بعد ذلك اليوم. كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم، ظنوا أن حبيبهم قد برأ من المرض وهو على وشك الخروج للصلاة معهم، فأشار إليهم متبسما أن أكملوا صلاتكم، وأسدل الستار، وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة، وطفق الألم والوجع يزداد عليه، صلوات ربي وسلامه عليه، وبدأ يتغشاه من الألم والكرب ما الله به عليم. ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة عن ذلك فقالت: ما كنت لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أخبرت بذلك بعد وفاته. سارها في الأولى فقال لها: إنه يقبض في مرضه هذا، فبكت. ثم سارها الثانية فقال: وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ففرحت رضي الله عنها وأرضاها. ستلحق بأبيها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فكيف لا تفرح وقد بشرها بأنها سيدة نساء العالمين. ثم دعا بالحسن والحسين فقبلهما وذكرهما ووعظهما، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. ثم دنت لحظات الاحتضار، وأخذ الوجع يشتد ويزيد. كان يقول لعائشة: لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. قلت أنا: قاتل الله اليهود، فلقد سموا نبينا، ومسلسل غدرهم ومكرهم لم ينتهي إلى اليوم. ثم أسندته عائشة إلى صدرها، وكانت تقول: من أعظم نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وقد جمع الله بين ريقي وريقه عند موته. وفي آخر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، فأخذته عائشة منه لعلمها أن حبيبها يحب السواك، تقول: فلينت له بريقي ثم أعطيته إياه، فأخذ يستاك ويضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. تقول عائشة: ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم، وما إن فرق من السواك حتى رفع يده مشيرا بسبابته، وشخص بصره نحو السقف، فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشييعه إلى الملأ الأعلى. فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشييعه إلى الملأ الأعلى للقاء ربه،
وتحركت شفتاه، فلقد كان يخير في تلك اللحظة بين البقاء في الدنيا أو لقاء ربه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالها ثلاثا ثم مالت يده وهدأت أنفاسه وسكت قلبه وخرجت الروح إلى باريها. مالت أطهر يد وهدأت أزكى الأنفاس وسكت أعظم قلب وخرجت أطهر وأزكى روح. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فعظم الله أجري وأجركم، فعظم الله أجري وأجركم. اللهم أجرنا بمصيبتنا خيرا يا رب العالمين. نعم، لقد مات محمد، لكنه معنا في كل اللحظات، معنا في صلاتنا. أليس هو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ المطلوب منا طاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، مصداق قول الله: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. مات محمد صلى الله عليه وسلم، وواصلت الأمة مسيرتها في نصرة دينها ونشر دعوتها. مات من مات، وما تعطلت المسيرة ولن تتعطل، لن تتعطل ولن تقف بموت أحد أو حياته. لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. ابن ياسين والرنتيسي أبو الوليد وغيرهم من الأبطال أدوا الأمانة ونالوا الشهادة وساروا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طريق أصحابه وطريق الأبطال، سبقونا إلى الجنة بإذن الله.